في الفيديو ده هقولك على 3 طرق ممكن تحقق بيهم $10 في اليوم. لكن قبل ما نبدأ خليني أوضح لك نقطة مهمة. أنا مش من الناس اللي هقولك إنك ممكن تكسب من النت من غير مجهود، أو إنك تخش تشوف إعلانات وتكسب مثلا $10 والكلام ده. الكلام ده مش موجود. الكلام ده مش حقيقي. الشغل على النت هو ليه طريقتين: يا إما إنك بتبيع وقتك، إنك تقعد فترة طويلة بتعمل حاجة عشان في مقابلها تاخد فلوس، أو النوع التاني إنك تكون صاحب فكرة أو صاحب مشروع، زي إن يكون عندك موقع او قناة يوتيوب او الكلام ده كله. فدول النوعين الموجودين بس على النت عشان تكسب منهم. اي حاجة غير كده هي نصب. فخلينا نبدأ على طول وهشرح لك 3 مواقع، وكل موقع منهم ممكن تكسب منه من 5 ل $10 يوميا. اول موقع معانا هو سيف فايلز. سيف فايلز ده هو موقع فيديوهات. هو ليه نظام شبه نظام اليوتيوب كده، يعني انت بترفع فيديو وكل ما الناس تخش تشوف الفيديوهات بتاعتك او الفيديو بتاعك بتكسب عليه فلوس، ودي القيمة اللي بتكسبها من كل حد بيخش عندك. يعني لو دخلك 10,000 شخص استراليا او انجلترا او امريكا بتكسب $37. لو دخلك 10,000 شخص من الدول دي تكسب $27، من الدول دي تكسب $17، من الدول دي تكسب $11، واخيرا باقي دول العالم تكسب $6. احنا طبعا كمصر من باقي دول العالم او اغلب الدول العربيه كمان معانا. طيب ازاي تكسب منه وازاي تجيب 10,000 مشاهده؟ لان 10,000 مشاهده مش رقم قليل. اول حاجه خليني اقول لك الموقع بيشتغل ازاي واوريك الاول انا سحبت منه قد ايه. انا رصيدي دلوقتي فيه $1.90 تقريبا. سحبت منه ولا لا بقى هوريك. هنا نخش على البي اوتس، هتلاقي ان انا ساحب منه كتير جدا. يعني مثلا هنا ساحب $10 و$10. دي كنسلت عشان كان عايزني اختار طريقة تانية، وبعدين كملت عليها وسحبت تاني 12 13 10 13 10 وهكذا. ازاي بقى تقدر تجيب دخل او تجيب مشاهدات للفيديوهات اللي ترفعها؟ اول حاجة، الموقع ده مش طالب منك حاجة. يعني مش طالب منك انك تظهر بوشك، مش طالب منك انك تظهر اصلا في الفيديوهات. ملوش قواعد لحقوق الملكية. يعني تقدر ترفع أي نوع فيديو، تقدر ترفع أفلام أو مسلسلات أو كرتون أو أيا كان. طيب إزاي بقى أجيب فلوس منه؟ ببساطة هتخش على جروبات الفيسبوك بتاعت الأفلام والمسلسلات، هتنزل بوست عن فيلم جديد مثلا تشكر فيه أو تنزل اقتباس منه أو أيا كان، وتحط لينك الفيلم بتاعك اللي انت رافعه في أول كومنت، تقول إن الفيديو أو الفيلم موجود بالكامل بدون إعلانات في أول كومنت. الناس هتخش تشوف الفيلم من اللينك بتاعك فتكسب أرباح. طبعا تفاعل المشاهدات على الأفلام والمسلسلات كبير جدا، خاصة لو كانت جديدة. يعني بدل ما الناس تخش تدور على جوجل أو على التليجرام عن الفيلم، أنت بتنزل لهم بوست اقتباس وتحتيه لينك الفيلم مباشرة اللي أنت رافعه. إزاي بقى ترفع فيديو؟ هتدوس على فايل أبلود هنا، وهتدوس هنا، وهتحدد الفيلم من عندك على الكمبيوتر أو من الموبايل وترفعه، وهيديك اللينك بتاعه. تاخد اللينك بتاعه وتشيره زي ما قلت لك. بالطريقة دي ممكن تكسب 5 $10 يوميا. فدي أول طريقة. تمام. تاني طريقة بقى وهو موقع أب فايلز. ده موقع تحميل ملفات. ده مش للناس اللي عايزة تشوف حاجات مباشرة، ده للتحميل. طيب، أغلب الناس بتشوف المسلسلات والأفلام بشكل مباشر، فده مش هيبقى مناسب للموقع ده. لكن عندك حاجتين تانيين لازم يتحملوا، وهما الكتب والروايات والألعاب. فأنت لو دخلت على جروبات الألعاب هتلاقي جروبات كبيرة جدا، وأغلب الناس فيها بتسأل على لينكات مباشرة لتحميل الألعاب. هتعمل إيه؟ بنفس الطريقة اللي فاتت بتاعت الموقع اللي فات. هتخش هنا على ماي فايل، هترفع الملف بتاعك، اللعبة أو الكتاب، وتنزله في الجروب. تقول إن دي لعبة كذا، لينك لعبة كذا بشكل مباشر، أو لينك كتاب كذا بشكل مباشر. وكمان عايز أقول لك إن الكتب ممكن تكسبك أكتر من الألعاب، وهتستهلك نت أقل كتير، لأن الكتب حجمها بيبقى في العالي جدا. لما تبقى كتاب حجمه كبير جدا بيبقى 10 ميجا، لكن بيبقى عليه طلب كبير جدا. يعني انت عندك جروب واحد اللي هو عصير الكتب، ده جروب فيه 2 مليون شخص. طيب تعالى اوريك انا سحبت منه ولا لا. انا سحبت منه لحد دلوقتي $92. السحوبات قدامك اهو، ده بسحب اهو عليه من 2 ابريل لحد 21 اكتوبر اللي فات، ولسه هسحب تاني. معايا رصيد اهو ممكن اسحبه يوم 5 نوفمبر. ده بيدفع كل اسبوع، تمام. لكن هنا ده بيدفع بمجرد ما تطلب السحب بخلال 24 ساعة. تالت طريقة بقى للناس اللي هي
كسولة شويتين ومش عاجبها الطريقتين الأولين. تالت طريقة هي موقع اسمه فري كاش. فري كاش ده بيعمل ايه؟ ده انك بتخش تلعب ألعاب. يعني هو بيديك لعبة مثلا هنا دي، لو لعبتها تاخد منها 63 دولار. هنا لو لعبتها بتاخد 12 دولار، لو لعبتها بتاخد 6 دولار. طيب هما بيستفيدوا ايه؟ الألعاب دي فيها إعلانات، وانت في كل لعبة بيبقى مطلوب منك انك توصل لليفل معين عشان تاخد الفلوس. يعني لو وصلت لليفل 5 تاخد 1 سنت، ليفل 10 2 سنت، ليفل 15 3 سنت. وكل ما تعلى بقى ايه، بتكسب اكتر. يعني ليفل 50 بتاخد حوالي 8 دولار، وتاخد طبعا الفلوس اللي قبلها دي. ليفل 100 هتاخد 25 دولار. تمام. وطبعا انت مش محتاج تقفل الالعاب عشان تاخد الفلوس. يعني انت ممكن هنا مثلا توصل لحد ليفل 50 مثلا، تاخد ال 8 دولار دول وخلاص تخش على لعبة تانية. دي مثلا توصل لليفل 900 وتاخد 2 دولار. تمام. هنا دي يعني كل ما الفلوس تكون اقل كل ما الالعاب تكون اسهل يعني. هنا توصل ليفل مثلا 500، توصل ليفل حتى 25 او ليفل واحد في الالعاب اللي بتديك من ليفل واحد، وتسحب الفلوس وخلاص. وهنا هو مناسب، موجود على الديسكتوب واي او اس واندرويد. تمام. عندهم حاجة تانية وهي استطلاعات الرأي. بتلاقي هنا كل يوم الصبح بتلاقي عدد كبير من الاستطلاعات. كل استطلاع بتجاوبه بالكامل بيديك فلوس. يعني ده استطلاع هياخد منك 25 دقيقة، هيديك دولار ونص. تمام. الحد الأدنى للسحب حوالي 1 دولار. أنا ما سحبتش من الموقع ده قبل كده. تمام. لكن هو معروف وإنه موثوق. يعني هو الوحيد في المجال ده، المجال اللي هو بتاعت الألعاب والاستطلاعات والكلام ده، اللي هو موثوق. هو بيدفع فعلا لحد النهارده. وبكده أكون رشحت لك أفضل 3 طرق ممكن تجيب منها من 5 ل 10 دولار يوميا، ومش محتاجين خبرة في أي حاجة. كل اللي عليك إنك تبدأ وهتكسب فلوس. بس كده. لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وتابعني في اللي جاي. سلام.